مساء الخير يا جماعة. يا جدعان انا اتغفلت من الاخر. انا بتكلم بكل امانة وبتكلم بكل صراحة وصريح. انا لما بتغفل وبتاخد على قفايا كده اهو ويطرقع تاني كده بقول ان انا اتغفلت واتخدت على ايه؟ على قفايا. دقني كانت طويلة وشعري كان منبت. مش هقول طويل عشان ما ابقاش كداب، لان هو ما بيظهرش الا من الجوانب. فكان منبت وكان شكلي وحش. قلت اروح انضف، انا في مصيف وبتاع وبحر وشط وشمس، انضف الدنيا. قالوا لي بيوتي سنتر. قلت لهم يا جماعه عايز حلاق، انا في الغردقه تايه مش عارف، انا مش من هنا، عايز حلاق كويس ابن حلال. قالوا لي البيوتي سنتر هنا بيت الجمال. قلت بيوتي سنتر مش مشكله، دلع نفسك يا ولد، دلع نفسك. قمت رايح بيوتي سنتر، لقيت واحده قاعده على الريسبشن بتستقبلني. يعني هي حلوه بصراحه، كانت حلوه قوي. البت المانيه، نرويجيه، مكسيكيه، حاجه اخرها اي حاجه ممكن هولنديه برضو، بس كانت جميله بصراحه. شعر اصفر وبتاع وجمال، والبت يعني جميله تفتح النفس بصراحه. ويلكم سير، وشويه تاخدني بالحضن ونقعد نحضن في بعض وبتاع، معامله جميله جدا. قلت لا، معامله هنا 5 نجوم، بيوتي سنتر. فقلت لها كات ماي هير، اي ونت كات ماي هير يا وليه. قالت لي اوكي بليز سيت داون. قلت لها اوكي. فجابت لي واحد اسمه محمود، واد عسل مصري مني، ابن بلدي. هو ده اللي مزعلني بقى، ابن بلدي. جالي مستر محمود لابس افرول، مش عارف لابس افرول ليه، وفي نضاره ان هي نضاره اللحام، لابس نضاره مش عارف، كأن شعري مثلا هيطير براغيث هتضرب فيه مثلا، او في امل هيطير، مش عارف ليه لابس نضاره لحام. محمود ضايقني يا محمود. احنا برضه نضاف في ايه، لابس بالطو كده وبتاع في ايده. قلت هيخش ده هيفتح لي دماغي، هيعمل لي عمليه، مش فاهم في ايه. طلع عم محمود انا راجل بسيط، اديني احلق لي كله بالمكنه كده هوبا 3 دقايق والله. طول ما انا قاعد يجيبوا لي في كابتشينو ويجيبوا لي في موز باللبن. جابوا لي موز باللبن جميل قوي، موز مستورد الطويل ده اللي انا لبسته. فكان طعمه جميل. قلت الناس دي معاملتها محترمه وانا هطلع اشكر فيها. خلصت كله تمام، وحطوا لي بتاع على القرعه كده. بعد ما خلصت بتاع بيزحلق كده عشان تلمع، يعني لو طلعتها في الشمس هتلمع، هتحس ان هو في ريفليكشن. الواد منجهني بصراحه. خلصت، فبقول للولايه اللي قاعده هاو ماتش، فبتقول لي 30. فقلت 30 معقول؟ كل الهلمه دي والكابتشينو اللي ضربته وكيلو الموز والبتاع واللبن 30 جنيه؟ والله ممتازين، هاجي كل يوم احلق، كل يوم هاجي احلق. فبطلع لها الفلوس، بتقول لي نو سير، نو جنيه، 30 يورو. تعمل لك يورو؟ طبعا انا جالي زغطه. هي اول ما قالت 30 يورو انا الموز ابتدى يطلع، الموز اللي انا شربته عندهم ابتدى يطلع بقى ايه، الحنجره ابتدت تسترجع كل القرف اللي انا شربته عنده. فقعدت اضرب في بالي، قلت للواد المصري خد تعالى هنا بقى عشان الدنيا كده باظت، اضرب لي 30 يورو في المصري بكام دلوقتي؟ فانت بتقول لي 600 جنيه. فجالي زغطه. ليه يا وليه 600 جنيه؟ ليه يا وليه؟ الله يخرب بيتك، ده انا بحلق عند خالد بندق في مدينه نصر ب 35 جنيه وبيديني مكنه هديه وانا مروح. ولو معايا واحد صاحبي ولا قريبي بياخد له دماغه بالمره كادوه. ايه 600 جنيه؟ الله يخرب بيتك وبيت سنينك. مش عايز موز، مش عايز قرف، بس نو اي نو هير، نو اني ثينج، نو سبايكي، نو كيرلي، جاست زلبطه. عمال اقنعها، يمكن اصعب عليها، جاست زلبطه يعني، نو اني ثينج. مكنه اوكي فينش جود باي. بس ليه يا وليه 600 جنيه ده؟ الله يخرب بيت سنينك السودا. نو اتس رول. تقول لي اتس رول رلوكي في ورق بفره بعيده، اشوفك بتولعي في ورق بفره كده، يرلوكي في ورق بفره، واقعد يعني اتشمت فيكي كده اهو. ولاد محمود المصري ابن بلدي سايبني بقى، سابني وماشي واقف على جنب كده، وسابني البت الافرنجيه عماله تشلح فيا، شلحت فيا. قلت والله ما انا سايبكم، جيف مي 2 موز باللبن، 2 موز ويز ميلك. والله لا انا واخد معايا كل المشاريب اللي عندكم، كانت 60 جنيه تاخدكم. خدت 2 موز ويز ميلك وواحد كابتشينو لاخويا. ما انا دافع 600 جنيه يا جماعه، والله اغلى حلقه حلقتها في حياتي 600 جنيه. انا بحب قرعتي وبحب ادلعها بس مش كده. انا لو جبت 2 كيلو كفته وكباب وكفته وبتاع
كنت ناوي النهارده اتغدى سمك، كنت ناوي اتغدى سمك في البلد، ما فيهاش سمك، ما فيهاش سمك ولا فيها اي زفت. سندوتشين فول من اي زفت. افتح يا ابني الباب يا ابني، افتحوا لي الباب الله يخرب بيتكم، انا ايه اللي جابني هنا؟ ما فيهاش سمك، خلاص الدنيا باظت، الدنيا باظت. السلام عليكم. ده بيحلقوا ب 600 جنيه هنا. لا انت جاي تقول لي انزل تحت دلوقتي. بعد ما حلقت، بعد ما بص اهو حلقوا لي ب 600 جنيه. انت سالتني عليه اصلا، انا شفتك مرتين بتسال فقلت بس والله ايه عنه وان انت عايز. الواد محمود الحلاق لبسني البت الافرنجيه هناك وخدوا مني 600 جنيه. والله كنا جبنا 2 كيلو كباب وكفته احنا والرجاله وقعدنا ناكل، كنا بوظنا الدنيا والله، وسلطات وبابا غنوج والدنيا كانت باظت خالص. يلا الحمد لله الحمد لله، انا مش هاجي هنا تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. 600 جنيه بحلق القرعه ب 600 جنيه. رحت للولايه الافرنجيه اللي هنا دي. حلقت ب 600 جنيه يا حاج والله. ليه؟ ده انا هفضحهم في الفندق دلوقتي. لا يا راجل، والله العظيم 600 جنيه. ليه عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، ما انا بقول لها ده نو هير نو كير دي، ما فيش اي حاجه، جاست زلبطه. بقول لها جاست اي حاجه انت على الفاتوره من الاول؟ كتبت لي على الفاتوره، مضيت على انت الفاتوره. دخلت بالعربيه دي؟ ما هي شافت العربيه. بص حتى الافرنجيه اتعلمت الصياعه مننا. امال ايه؟ خلاص المره الجايه اروح لها بحنطور. صباح الفل. صباح الفل يا رجاله حبيب قلبي. لا انا مش هحلق تاني خالص، خلاص انا مروح بيتي. السلام عليكم. الله يخرب بيتكم يا حراميه. 600 جنيه يا نهار اسود ومنيل بنيله. ده انا ابويا لو عرف ان انا حلقت ب 600 جنيه يطلق فيها امي، الله يرمينا في الشارع، يرمينا انا وامي في الشارع. مش كفايه المكوه اللي هو دفعها غصب عنه 600؟ بس مش هسيبهم والله، ما انا سايبهم. انا هنزل على البحر دلوقتي في الفندق وهخربها على الشط بقى بالقرعه، اخش لهم كده بدماغي. ما انا لازم بقى اعمل اي منظر. معلش يا جماعه، انا حزين، انا حزين، انا هقفل دلوقتي لان انا مش مستوعب، مش قادر استوعب ال 600 جنيه اللي راحوا مني كده. الله يخرب بيتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.